ارفعوا رؤوسكم. ارفع رأسك، ارفع يا إثيوبي، يا حبشي، يا أرومي، يا جمي، ارفع رأسك عاليا وقل أنا حفيد النجاشي، ومن قبله نحن أحفاد بلال، ومن قبلهم جميعا نحن أحفاد أم أيمن. نحن العرب والمسلمون مفرطون في حقكم والله، وأنتم على الرؤوس وعلى المقل وفي العيون، لا يجحد فضلكم إلا جاحد. يا شباب، أنا سمعت كثيرا من الشباب يتكلم اللغة العربية حتى فاجأني، كما أنكم تتكلمون اللغة العربية دونوا تاريخكم واكتبوه وارفعوه واعرضوه في العواصم وقولوا نحن من الحبشة ونفخر. النجاشي آوى أصحاب رسول الله المستضعفين الفارين من مكة وبطشها من قريش وبطشها. أول بلد قرئ فيه القرآن الكريم بين يدي رئيس وملك بعد مكة هو الحبشة، هذه الأرض المباركة. وهو أبا جفار هو كذلك يستقبل المستضعفين من الأئمة والدعاة والمعذبين والمظلومين، يؤويهم، يطعمهم، يجعل لهم منابر، يجعل لهم مساجد، يجعل لهم كراسي في المؤسسات، يقرؤون القرآن ويعلمون العلوم. بالله عليكم. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت، وفي القلب أسعدت. اللهم ارزقنا وإياكم البركة في كل شيء. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر صاحب النبي وصهره، وعن عمر الفاروق، وعن عمر الفاروق صاحب النبي وصهره، وعن عثمان ذي النورين صاحب النبي وصهره، وعن علي بن عم النبي الأسد الغالب علي بن أبي طالب. وارض اللهم عن كتاب الوحي أجمعين، من كتب الوحي وخطه بيده. ارض اللهم عن سيدنا زيد، وارض اللهم عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كاتب الوحي وخال المؤمنين، وعن أبيه وعن أمه وعن أخته وعن أصحاب النبي أجمعين. أما بعد، أيها السادة الكرام، أيها الأسياد، أنتم أسيادنا، أيها الأسياد في بلادكم. كم نحن العرب والمسلمون مفرطون في حقكم والله، وأنتم على الرؤوس وعلى المقل وفي العيون، لا يجحد فضلكم إلا جاحد. القرآن الكريم أول ما نزل بمكة، وانتشر في الجزيرة العربية. أول بلد
قرئ فيه القرآن الكريم بين يدي رئيس وملك بعد مكة هو الحبشة، هذه الأرض المباركة. حين تلا جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه بين يدي النجاشي سيدي رضي الله عنه وأرضاه، حين تلا مقاطع من سورة مريم عليها السلام وهو يحكي قصة المسيح عليه السلام، حتى دمعت عين النجاشي الملك العادل. أيها السادة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. مثلكم ومثلنا نحن العرب ومثل المسلمين من غير العرب مثلنا جميعا كجسد واحد، إذا أصابته حمى في أصبعه فإن الحمى تنتقل إلى الجسم كله. الأصل أنه إذا أصاب إخواننا أي ألم أو أي ظلم أو أي شيء فنحن شرعا مطالبون بأن نحس بألمكم ونحس بكل ما تحسونه. أنا جئت لأقول: نحن العرب والمسلمون مفرطون في إرث وتاريخ كبير يبدأ من النجاشي وينتهي إلى سيدي أبا جفار. الملك العادل ملككم، امتداد تاريخي منه إلى النجاشي، هذا الرجل الذي أقام العدل. لما دخلنا المتحف أول ما صادفنا ميزان، وقرب الميزان كرسي وكأنه يشير إلى العدل، والعدل أساس الملك. الأمم والحضارات تسقط إذا لم يكن هناك عدل، فعدل النجاشي انتهى بعدل ملككم رضي الله عنه وغفر الله له. أيها السادة الكرام، أنتم تمتلكون تاريخا عظيما، افخروا، ارفع رأسك يا حبشي، ارفع رأسك يا جمي، يا آرومي، يا إثيوبي، ارفع رأسك عاليا وافخر بتاريخك. معلش ما فيش منا على الإسلام، لكن لكم علينا فضل كبير يطوق أعناقنا إلى يوم الدين. افخروا، أليست هذه الأرض آخر المماليك الإسلامية سقوطا؟ من الذي استطاع أن يحافظ على قوتكم وعلى امتدادكم وعلى تاريخكم غير هذا الملك العادل الذي زرنا مسجده وزرنا آثاره ورأيناها كيف تشرق في الظلام الدامس، تملأ الدنيا عدلا وأمنا وإيمانا. إذا قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبدأ النبي يعدد 7 فقال: إمام عادل. حين تقرأ هذا الحديث تذكر النجاشي وتذكر ملككم أبا جفار. تذكروا أنتم تملكون كنزا وحضارة. أدعو الشباب منكم، الشباب المثقف، إلى أن يدونوا هذا التاريخ وإلى أن يعرضوه في العواصم، يدونوه ويكتبوه ويستغلوا وسائل التواصل ويؤلفوا الكتب ويحققوا المخطوطات. اكتبوا عن تاريخكم. الأمة التي لا تعيش لتاريخها فهي ليست أمة. يا شباب، أنا سمعت كثيرا من الشباب يتكلم اللغة العربية حتى فاجأني،
كما أنكم تتكلمون اللغة العربية دونوا تاريخكم واكتبوه وارفعوه واعرضوه في العواصم وقولوا نحن من الحبشة ونفخر. نعم أيها السادة الكرام، النجاشي في الشمال وأبا جفار في الغرب. نعم إنه العدل أيها السادة الكرام. هذا الرجل الذي كان بيته وكان قصره وكان ملكه ملكا للأئمة والدعاة والمستضعفين. أنا سمعت أن الرجل كان يأوي إليه كل هارب. هذه الأرض سبحان الله. النجاشي آوى أصحاب رسول الله المستضعفين الفارين من مكة وبطشها ومن قريش وبطشها، آواهم النجاشي، آواهم وأسكنهم في أرضه وقال لهم قولته الشهيرة التي نرددها في كل مكان: عيشوا في أرضي بسلام، عيشوا في أرضي بسلام. وها هو أبا جفار هو كذلك يستقبل المستضعفين من الأئمة والدعاة والمعذبين والمظلومين، يؤويهم، يطعمهم، يجعل لهم منابر، يجعل لهم مساجد، يجعل لهم كراسي في المؤسسات، يقرؤون القرآن ويعلمون العلوم. بالله عليكم من من الحكام اليوم يفعلون فعل هذا الحاكم العادل؟ والله ما فيه. السياسة شغلتهم. أتظنون أن مالككم لا يفقه السياسة؟ كان سياسيا بامتياز، لكنه كان يقدم خدمة الشريعة وخدمة الإسلام على كل شيء، فأكرمه الله وآواه. نعم أيها السادة الكرام، قولوا قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الجليل، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أيها السادة الكرام، أحببت ألا أخرج عن الإطار الذي جئت فيه. لا أريد أن أخرج من الحبشة، أريد أن يبقى كلامي كله في الحبشة وفي أرض الحبشة وفي رجالات الحبشة. سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، هذا العبد الذي كان عبدا حبشيا، كان خادما عند سيده. هذا الرجل لما كان يعذب من أجل أن يترك دينه، أريد أن أقارن بينه وبين كبار الصحابة. لو جئنا لسيدنا عمر مثلا، ماذا فعل عمر حين أسلم؟ عمر أشهر سيفه وخرج أمام قريش كلها وقال لقريش: من أحب أن تثكله أمه فليأتني خلف هذا الوادي. من أحب أن يموت، من أحب أن يبارزني أو يقاتلني فليأتي إلي وأنا أقتله. وها أنا ذا خارج مهاجرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمر كان قويا. بماذا؟ قويا بسيفه وقوته وبدنه، وكان له ظهر يسنده. هم يعلمون أنهم لو تقدموا لعمر فإن آل الخطاب، فإن آل عمر، فإن قبيلة عمر، فإن نصف العرب سيدافعون عن عمر. أبو بكر الصديق كذلك كانت له وجاهة سيدي، وكانت له قوة وكان له مال. عثمان بن عفان كذلك كان له مال كثير. كل هؤلاء لهم إيمان كبير وكبير جدا، ولهم مع الإيمان قوم يحمونهم. تعالوا إلى بلال. من كان يحمي بلالا؟ بلال كان ملقيا على الأرض، مشدودة يداه ورجلاه، وكبراء مكة يبصقون في وجهه ويضربونه ويضعون الحجر على بطنه. كان قاب قوسين أو أدنى من الموت.
كان سيحرر نفسه بكلمة. لو قال أنا على دين قريش لتركوه ولأبقوه عبدا كما كان، لكنه اختار الآخرة، فكان يقول أحد أحد. هل لبلال في مكة من ظهر؟ هل له قوم يحمونه؟ هل له جماعة تحميه؟ أبدا، بس هو بلال ابن أبي رباح أو ابن رباح فقط. ما إيش كان عنده بلال؟ ولا شيء. اسمحوا لي أن أقول لكم بأن بلالا في هذه النقطة بالذات، في نقطة إسلامه، كان أقوى من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان أقوى من الصحابة جميعا. فلكم أن تفخروا أيها السادة الكرام، افخروا بانتمائكم وبتاريخكم وبحضارتكم، لا تلتفتوا لا إلى اليمين ولا إلى الشمال. ارفعوا رؤوسكم، ارفع رأسك، ارفع يا إثيوبي، يا حبشي، يا أرومي، يا جمي، ارفع رأسك عاليا وقل أنا حفيد النجاشي، ومن قبله نحن أحفاد بلال، ومن قبلهم جميعا نحن أحفاد أم أيمن. وما أدراك أم أيمن، يعني أنا لا أريد أن أقول بأن لكم مزية على الإسلام أو منة، لا، لكن كان لكم واجب كبير أديتموه. النبي كان قادما في الطريق بعد أن ذهب مع أمه وهو صبي صغير، ماتت أمه في الطريق ودفنها وهو صغير مع الخادم. من الذي أخذه ومن الذي رعاه؟ أم أيمن. أم أيمن، وما أدراك ما أم أيمن. كان يقول هذه أمي بعد أمي. لله دركم يا أهل الحبشة. أسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظكم من كل سوء، وأن يبارك فيكم، وأن ينصركم على من ظلمكم. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلكم كالصور، وأن يجعل عدوكم مكسورا، يجعلكم كالصور العالي لا يستطيع ظالم أن يحلق فوقه أبدا. وطيبوا نفسا ولا تخشوا أبدا، فالله ناصركم والله معكم. أنا جئت قبل 2 أو 3 بكل صدق، جئت ودخلت إلى مدينة أديس أبابا، فرأيتها فيها مساكن وفيها عمارات متواضعة، لكن هذه السنة والله أنا فوجئت بالليل والنهار عمل كبير، اشتغال كبير. الله أكبر. خليني أقول لكم هذه بركات النجاشي، بركات النجاشي تصيبكم إلى الآن. ألف تحية لرئيس وزرائكم، وألف تحية لمن يخدم هذا البلد. بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة الحبيب المصطفى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه يا رب العالمين. اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم أعلي رايتهم يا الله يا كريم. اللهم احقن دماء المسلمين يا الله يا كريم. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احفظ إثيوبيا من كل سوء واجعلها راية. اللهم احفظ إثيوبيا من كل سوء. اللهم من أراد بإثيوبيا